مساء الخير. بعد فترة غياب مش عارف قد ايه بصراحة، بس كتير قوي يعني. وبعد اعمال كتير قوي كان نفسي اتكلم عليها، بالذات في رمضان مثلا او يعني افلام العيد. عايز النهارده اتكلم على حاجتين. اول حاجة فيلم فريوسا. فيلم فريوسا هو بريكوال لفيلم ماد ماكس. بيحكي عن شخصية فريوسا. قال يعني فيلم ماد ماكس نفسه ما كانش بيحكي عن فريوسا، بس ما علينا. بيحكي هي اتخطفت منين، وايه الهوم اللي كانت عايزه تروحه ده في الفيلم اللي هو بتاع ماد ماكس، وكل القصه دي كلها، ويعني كبرت وازاي يعني اتحولت يعني اداه قتل بهذا الشكل يعني. فالفيلم برضو من اخراج جورج ميلر سوري. اعتقد معاه نفس التيم بتاع الاكشن والشقلباظات دي كلها، يعني بطوله كريس هامثورث. طالع هو برضو الفيلن نوعا ما. وانت شايف بقى ايه الشخصيه اللي كان اسمها ذا امورتال، اللي هو الشخص الخالد ده. وهو برضو من زمان هو بيتجوز كتير وبيخلف عيال، والولاد معرفش يعني لو ولد سليم بيبقى محارب ومعرفش كل الكلام ده كله. هو نوعا ما قالكش هو حصل ازاي، انت رحت لقيته موجود اوريدي. تمام. هل الفيلم حلو وكويس؟ معلش الجو حر قوي. هل الفيلم حلو بقى وكده؟ الفيلم يا جماعه حلو جدا من ناحيه الاكشن، شقلباظات واكشن كرييتيف جدا. مش على مستوى بتاع ماد ماكس اول جزء، لان ماد ماكس كان صادم اكتر شويه. لكن درجه الكرياتيفيتي والتحفه. انت بتتكلم في بيئه صحراويه، رمل ودرمغه ونار وشقلباظات وناس يعني. لو رحت مدينه نصر اعتقد ممكن تفهمني شويه، هي يعني اقرب حاجه شويه لمدينه نصر. دي حاجه. الحاجه التانيه عايز اتكلم عليها كريس هامسورث. ما اثبتش او سوري اثبت انه مش بس راجل امور ووسيم وبتاع. لا يا جدعان، الراجل ده بيعرف يمثل حلو قوي. ولو كان زهقت منه في الاخر سيكا، لان المشهد الاخير اللي بينه وبين فريوسا ما عجبنيش، يعني طول شويتين. لكن طول الفيلم هو طالع خنزير وحقير وكل حاجه. في شويه كوميديا، شويه غل، شويه شر، يعني من قلبك يحبهم يعني. فده برضو من الحاجات الحلوه جدا في الفيلم. الفيلم ده بيثبت ان احسن ممثله شابه في العالم ما هياش زندية، ما هياش ميلي بيبي براون اللي هي بتاعت سترينجر ثينجز، ولا ماين السيد، ولا الناس دي كلها. احسن ممثله شابه في العالم هي انا تيلر جوي، اللي عملت كوينز جامبت واللي عملت فريوسا وهي صغيره. الطفله الصغيره خالص بقى اللي عملت فريوسا وهي طفله، حاجه برضو فوق الخيال. بس ده كده كان فيلم فريوسا. الناس كانت بتخش تقول لي طب اخشه، طب يا جماعه هو حلو جدا ومسلي وجميل واكشن جميل، بس ما تخش توقعات انك هتشوف حاجه يعني خياليه، يعني مش الدرجه دي، بس هو فيلم حلو جدا. باي.